هضرت معاه وراه خدم معايا، عنده هذه العقليه هذه. حنا ربما ما تنقدوش نقولوا الحقيقه كلها. انا عارف المكر اللي داروا، عارف المقالب اللي داروا، عارف فين غاديين، لانه هذا الشيء اللي كنشوفوه ما يمكنش يكون هو هذاك. شنو وقع في هذا المغرب؟ شنو وقع لهذه الحكومه هذه؟ يعني ساكتين بثلاثه، حتى واحد فيهم ما تيبغي يهضر، واللي هضر تيزبلها بحال هذاك السي وهبي. ما عرفتوش شنو في الدماغ ديالو هذاك السيد. دير عقلك، هؤلاء الناس وصلوا الى مواقع لم يكونوا يستحقون ان يصلوا اليها، ووصلوا الى هذه المواقع بالمكر والخداع. ولكن دابا رحنا دابا وحلين. علاش؟ كنت انا رئيس الحكومه نقول للمغاربه قلتيو اللحم غالي، جبت لكم اللحم رخيص، حلال بغيتيو شريو، ما بغيتيوش على خاطركم. ها قلت لا تيقولوا هذا اللحم زرق ياك، يقولوا غادي حمار حمار فيه الزبد معانا. ايوا انت كليتيه. هو دابا انت دابا بركه عليك دوك العتارس ديال الجبل. راه انا جاي هذا النهار وكنقول هذا النهار غنكون جاد ما نضحكش. الساعه ني با مويان. انا ماشي من الناس اللي كيبكيو على الاسعار، لكن هذاك اللي كيتخذ القرار بحال هكذا ما عندوش القلب، ما عندوش الكبده على المجتمع، ما عندوش القلب وما عندوش الكبده على المواطن البسيط والفقير. لان المشكل مشكل ثقه. هذه الحكومه اليوم تحكم بدون ثقه. دابا حنا فين غاديين بهذه الحكومه هذه بدون ثقه؟ العداله الوطنيه ماشي مشكل. العداله الوطنيه اللي بغاو يحلوه كاع راه يمكن لهم يحلوه. المقاربه ديال انه اذا حنينا الراس هذا سيكون لصالحنا. انتم كتشوفوا النتيجه ديال حنين الراس. النظام الملكي ما يمكنلوش يكون بلا حكومه، والا نحيدوها كاع ونحيدوا هذا البرلمان. هل انتهت مسؤوليتنا؟ اذا كانت قد انتهت قولوا لنا نمشيو في حالنا. انتم كملوا هاد 5 سنين فهمتوني ولا؟ كنتسائل دابا السياسيين واش عندهم شي ذره من عقل ولا لا؟ دابا السياسي اذا لم يكن صادقا هل الناس يخفى عليهم انه غير صادق؟ سوف يعرفون انه غير صادق، فتفقد الثقة فيه. فساعتها مهما قال، شو ما قال، ما عند الكلام ديالو ما يعمل. ولكن الإنسان اللي تيكون صادق أمين كما كان صلى الله عليه وسلم، أو يحاول أن يكون كما كان. إذا ما قدرناش نكونوا كرسول الله خصنا نحاول نكونوا كرسول الله. ماذا ينشأ عن هذا الصدق وهذه الأمانة في نفوس الآخر؟ كل الآخر الثقة. ساعتها أي شيء قلته لا يحتاج إلى كثير شرح ولا توضيح، لأنك موثوق. والآخرون غير كيبلبلوا في ذاك الهضرة. الناس كيبقوا يشوفوا شنو يمكن يقبطوا، فهمتيني ولا لا؟ بحال تلعب الكارطة، واش هادي ولا هادي. كل مرة كتجي فيها، مرة كتزقلها، مرة كتجي فيها، مرة كتزقلها، إلا هادشي اللي كاين. فنحن معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أول شيء يجب أن نحافظ عليه هو مصداقية، لأننا مسلمون، ولأننا يعني ولجنا هذا المجال من هذا الباب، ولأننا يعني لم تنتهي مسؤوليتنا بعد. بطبيعة الحال وقع ما وقع، ولم نتجاوز بعد يعني ما وقع بصفة نهائية، ولكننا ولله الحمد يعني في طريق تجاوز ذلك. وانتقلنا من العدد الذي تعرفون إلى العدد الذي ترون، وبطبيعة الحال وهو إن شاء الله يدير فيه الله البركة، وقليل ولكن يدير فيه الله البركة إن شاء الله، وإن يشاء يبارك على شلو ممزع. هل انتهت مسؤوليتنا؟ إذا كانت قد انتهت قولوا لنا نمشيو في حالنا. انتم كملوا هاد 5 سنين فهمتوني ولا؟
وحنا خلينا نمشيو في حالنا نرتاحوا ولا نشوفوا شنو نديروا. مسؤوليتنا لم تنتهي، لأننا ننتمي إلى شعب، وننتمي إلى أمة، وننتمي إلى دولة، وعندنا فيها دور. هذه الدولة أيها الأخوة الكرام هي دولتنا بطبيعة الحال. نحن نحب دولتنا ونريدها أن تطول وتدوم، ونريدها أن تنجح وتتحسن، ولكن مع الأسف الشديد الذين يشتغلون فيها على مستوى العمل السياسي والحياة السياسية واتخاذ القرار يعني لا يتخذون القرارات دائما التي يجب أن يتخذوا. فالمسار الذي ليس أوصلنا نحن، هو أوصلنا نحن ولكن لم يوصلنا نحن، أوصل بلدنا إلى ما نحن فيه. هذا مسار بدأ بالتلاعب، ما يسمى بالبلوكاج، هذا تلاعب. البلوكاج هو اللي أدى لهذا الشيء. المرحلة الثانية كانت هذيك غير الدروج هذوك باش نهبطوا، فهمتيني ولا لا؟ بلوكاج الحكومة ديال السي سعد الدين العثماني، مع أنه هو أخ من إخواننا، ولكن الظروف باش تأسست وإلى آخره، يعني الناس كانوا عاملين حساباتهم، ووصلنا للحكومة ديال السي عزيز أخنوش. يا ليت، واخا المصريين كيقولوا يا ريت، يا ليت هاد الناس هادو من اللي عملوا هاد الشيء كامل. بطبيعة الحال أنا ما كنفيش أنه حتى حنا عملنا أخطاء، ما كنفيش أن هذه الأخطاء كان منها ما ليس مقبولا، وكان منها ما لا يمكن أن يكون. أما الأخطاء في السياسة لا في الوقت ديالي لا في الوقت ديال السي عثماني كانت. أنا مازلت نفكر في أشياء اللي عملتهم ملي كنت أنا رئيس ديال الحكومة، ماشي غلطت فيهم، لا، أنا كنظن ما غلطتش، ولكن كان غادي لعند الله وكنقول كي غندير معاه فيهم، وكنترجاه باش ما يواخدنيش. خصكم تيقوني في هادشي تنقول لكم. ولكن الأخطاء شيء، والأمور التي كان يجب أن لا تكون هي مخالفات كان يجب أن لا تكون، وحتى هي وقعت وبررت هذا الوضع الذي نحن فيه. ولكن واش هذا الشيء كله واش معقول؟ بمعنى آخر، واش حنايا يعني تدحرجنا إلى هذه الدرجة بطريقة معقولة؟ ما كاين مشكل، صافي ما تليناش صالحين، ماشي في المستوى، نمشيو في حالنا، ما كاين مشكل. لا، وقعت تلاعبات. وشنو هي النتيجة ديال هذه التلاعبات؟ هي هذه الحالة التي نعيش فيها. الحمد لله أن الدولة المغربية كاين فيها النظام الملكي. النظام الملكي ما كيخضعش للانتخابات، وعنده النفس الطويل وقبط الأشياء الأساسية في الدولة، وإلا لا قدر الله لو كان نهار كل شيء. طيب، ولكن النظام الملكي يمكنلوش يكون بلا حكومة، وإلا نحيدوها كاع ونحيدو هذا البرلمان. النظام الملكي لابد له من مؤسسات، ولكن هذه المؤسسات الآن يعني وصل الشأن العام إلى مرحلة. أنا كنقول للإخوان واحد القضية. واحد النهار واحد الأخ قال لي في الأمان العملي، قال لي طولت يا سي عبد الله. قلت له من بعد، قلت لهم ما حدكم تتشوفوني كنهضر الحمد لله، معناه أنه عارف شنو نقول. ما حدكم كتشوفوني كنضحك الحمد لله، معناه أنه الأمور ما وصلتش لشي درجة، لأنه لو وصلت ما كنتش كنضحك صافي. دابا حنا مازال ما وصلناش لهاد الدرجة ديال ما بقى عندنا ما نقولوا، ولكن تقريبا، لأنه هذا الشيء اللي كنشوفو ما يمكنش يكون هو هذاك. وصلنا لدرجة اللي كنشعروا فيها باللخبطة
اللخبطة هي أصعب شيء. ملي تشوف رئيس الحكومة يعني متصادم مع والي بنك المغرب اللي هو شخص معروف بالجدية ديالو، الكفاءة ديالو، النزاهة ديالو، سي الجوهري ماشي سليم من العيوب. الله يرحم عليه الحسن الثاني قال لك انت زين ما خطاتو الاولى، كان قالها على المعطي بوعبيد الله يرحمهم جميعا. ولكن رجل ملي تشوف هذا الخلاف في مسائل كبيرة ضخمة، حتى أنا في الحق لا أحسن تقدير حجمها. اللي كينبهني لهذا الشيء هو السيد رئيس الأزمي تيقول لي السيد إلا راه هذا الشيء ديال السحب ديال البلاغ ديال البنك المغربي ويعاود الإرجاع ديالو، رغم أنه الإرجاع ديالو كان شيئا حميدا، ولكن هذا الشيء صعيب. والسيد سميتو هذاك ديال المجلس سميتو بعد المؤسسة السيد الرئيس ديال الدوبية السامية للتخطيط، ولا هو رئيس ولا مدير ولا شنو يكون؟ مندوب سامي. يعني يخرج عاوتاني تيقول أشياء لا تخلو من صواب، ولكن هذا واحد الإشكال يعني كبير بزاف. لأن علاش داك الشيء اللي كيقول بالمناسبة إلا كتذكروا الكلام ديالي رانا قلت لكم في البداية ديال المسؤولية ديالو ملي بدات بالخصوص الحرب ديال أوكرانيا، قلت لكم هذا الشيء، قلت لكم راه الأمور حنا غاديين للمجهول، قلت لكم أشياء ديال الإنسان اللي تعتقد أن المصلحة ديال البلاد في أخذ الاحتياط أو ما تكونش الوعود لا إلى آخره باش ندوزوا المراحل الصعبة اللي كتبان جاية. ولكن ماشي بهذه الطريقة هذه. في الآخر بدينا كنتسائلوا شكون اللي كيسير هذه الحكومة. هذه اللخبطة هل تأتي من كون هؤلاء الناس لا يحسنون اتخاذ القرار؟ هي تأتي من كون هؤلاء الناس وصلوا إلى مواقع لم يكونوا يستحقون أن يصلوا إليها، ووصلوا إلى هذه المواقع بالمكر والخداع، ووصلوا إلى هذه المواقع بأشياء ما تنبغيش نقول التزوير، ولكن دخيسة تلزمني أن أقول أو أشير على الأقل إلى هذا. يعني هذا هذه أمور صعيبة. طبعا الحال ما بغيتش نرجع معكم للبصلة والمطيشة، حتى هما مهمين. أنا ماشي من الناس اللي كيبكيو على الأسعار، راه يمكن البصلة ما تكونش كاع ولا مطيشة ما تكونش كاع، صافي غنموتوا حنا كدولة وكشعب. إلا ما كانش عندنا البصلة ومطيشة نموتوا. ولكن واش ما كاينش اللي يقدر يخرج يشرح للناس باللي نقولوا ما كايناش البصلة ما كايناش مطيشة، او لا قليله الثمن ديالها هكذا وخصو يكون هكذا مع أننا ما نديرو، او لا يمكن لنا نديروها شنو يمكن لنا نديرو. دابا هذه الحكومة عندها مشكل في المنشأ، لأن العدالة والتنمية ماشي المشكلة ديال العدالة والتنمية. العدالة والتنمية ماشي مشكل، العدالة والتنمية اللي بغاو يحلوه كاع راه يمكن لهم يحلوه. العدالة والتنمية غير مثال، سي اكزومبل أن العدالة والتنمية هو يعني فقد مكانته في المجتمع أو مكانه في الحقيقة أو عدده في المجتمع بطرق غير مشروعة وغير قانونية وغير سليمة وغير شريفة. وانا قلت لكم هذا الشيء هذا بدا من 2011، وغادي داك الشيء وغادي استطعنا ان نقاوم في المرحله الاولى، وفقنا الله سبحانه وتعالى، انتقلنا من 107 ل 125، في المره الثانيه ما قديناش. وهذا الشيء
يعني طبيعي من اللي غتكثر الضربات وكذا الى اخره، وساهمنا كذلك بمقاربة خاطئة. المقاربة ديال انه اذا حنينا الراس هذا سيكون لصالحنا. انتم كتشوفوا النتيجة ديال حنين الراس. فالحكومة الان في واحد القضية، طبعا احنا عزيزة علينا كاملين بصلة ومطيشة، احنا هذو هما لابد تقول ملوك الخضر في بيوتنا. لكن واش الدولة غادي كيفاش، شنو وقع في هذه الحكومة؟ غادي يمشيو يديروا شي تعديل حكومي، يجيبوا شي ناطق رسمي شرس يعني مستعد يبيع، يعني يستمر في البيع ديال التراث ديال الحزب ديالو باش يدافع على الحكومة. ما غينجحش هذا الشيء، ما غينجحش، لأن هاد الناس هادو ما جاوش على أساس، ربما ما كيعرفوش يتصرفوا. ولكن هذه القضية هذه غنخليها بين قوسين، وما كيعرفوش يشرحوا، وعندهم مقاربة خاطئة. دابا واحد القضية، دابا اللي كيدير هذا الشيء شنو عقليته، شنو فيها؟ انت كمسؤول على شعب، رئيس ديال الحكومة راه مسؤول على الشعب كامل. طبعا فوق منك جلالة الملك، ولكن جلالة الملك ما كيدخلش في هذا الشيء، ليس من الممكن انه يدخل فيه، ولكن انت اللي مسؤول مباشرة. علاش حنا كنديروا رئيس الحكومة؟ كنديروا رئيس الحكومة باش ما يكونش بين جلالة الملك والمواطنين العلاقة مباشرة، الا ملي يبغي هو لشي حاجة يخرج عند الناس يهضر معاهم يتكلم معاهم يعرف الى اخره. والا تيخصنا كيكون رئيس الحكومة والحكومة والبرلمان هادو كلهم سو سون دي فيزيبل، باش نكونوا زعما واضحين. لانه الا وصلنا للدولة الرئيس الا وصلنا للملك صافي الله يستر ولينا في الخطر. باش الى الحكومة يعني قامت بشغلها هو هذاك، ما قامتش بشغلها نبدلوها. الى البرلمان قام بشغله هو هذاك، الا ما قامش بشغله نبدلوه. هذا الشيء اللي وقع ملي جات 20 فبراير. دابا شي بس ما كاين. حنا غنشوفوا دابا بغيتو تحيدوا الارامل والسميه ديال عبد الله بن كيران العداله الوطنيه، شي بس ما كاين، حيدوه. وكيلاش حيدوا لهاد السيده هذه 700 درهم كتقبض، كانوا عندها جوج ولاد كتخلص عليهم 14000 ريال كتنفس بها مسكينه. علاش؟ واش هاد 14000 ريال كتضيق على الميزانيه ديال الدوله؟ حتى دوزوها ولكن هذاك اللي كيتخذ القرار بحال هكذا ما عندوش القلب، ما عندوش الكبده على المجتمع، ما عندوش القلب وما عندوش الكبده على المواطن البسيط والفقير. شنو كيديروا هاد الناس؟ انا مثلا نقول لهمش هاد الناس هادو ماشي تنخلعهم، تنقول لهم هاد الناس هادو غادي يخرجوا يديروا الثوره ولا غنرجعوا ل 20 فبراير، وهذا ممكن بطبيعه الحال. ولكن تنقول لهم ماشي هكذا كتمشي الدول. الناس عندهم واحد المكاسب، الا قدرتي تخليها لهم خليها لهم. لكن من اللي ممكن تراجعها خذ الوقت باش تراجعها، لان الدوله ماشي مشكل عندها تعطي 700 درهم لهاد السيده هذه. قلت لها انت هي اللي خدامه، قلت لها سيدي كندير الميناج عند الناس. ملي كتقول لهم كندير الميناج عند الناس يمكن كيكتبوا لها اوتو اونتربرونور ولا فهمتي لا ولا علم الله اش تيكتبوا لها، وتيقولوا هذه خصها تخلص الحد الادنى في لا سي ان اس اس باش يكون عندها الرميد الى اخره. وهكذا هذه الحكومه ديال الاخوان التي تحكمنا، حنا من اللي جينا عطيناها الوقت. جيت انا لقيت حمله ديال ارحل ديال السي عز اخنوش ياك، ملي وليت امين عام ديالكم مره اخرى. هذا قدري وقدركم. طبعا كاين بعض الاخوان اللي ما عجبهمش الحال، ولكن ما عندهم يديروا هاد الساعه. هذا من قدر الله، فهمتيني لا. يعني هاد الناس هادو ملي جيت لقيت ارحل، قلت لكم اودي انا عارف
انا عارف المكر اللي داروه، عارف المقالب اللي داروه، عارف. ولا كان شي واحد خصو يتقلق الاول هو انا اللي دار لي البلوكاج، ما دارش شي واحد اخر. انا عوقبت بسبب النجاح. علاش نجحنا في 2015 وعلاش نجحنا في 2016؟ ما كاين مشكله سيدي، شي بس ما كاين. ولكن قلت لكم ما يمكنش. السيد يلاه جا، خليو على الله نشوفوا شنو غيدار. ربما قلنا ربما، قلت لكم خليو هذا السيد هذا نشوفوا شنو غادي يدير، فهمتيني ولا لا. دازت عام او قل من عام شويش، تبين للناس انه الوعود اللي كانت ما كاين منها والو. ولكن الناس في الحقيقه صبروا وساعدوا ومشاو، ما تيشوفوش، لا يرون ولا يسمعون، لا يرون خيرا ولا يسمعون توضيحات معقوله وما كايناش الشجاعه. لان انت السي اخنوش الا ما كانتش المطيشه وما كانتش البصله، ماشي ضروري تجي تقول للناس راه غادي ترخص. قول لهم الا ما كانش ما كايناش، راه الناس غيتقبلوا منك الا كنتي معقول وكنتي موثوق، او من الناطق الرسمي ديالك. اجي قول لهم علاش، قول لهم خصنا نصبروا، لان المشكل مشكل ثقه. هذه الحكومه اليوم تحكم بدون ثقه، تحكم بدون مقاربه صحيحه، تحكم بدون حنو على الشعب، تحكم بدون تواصل مع المجتمع. فين غاديين؟ تحكم بدون انسجام بين مكوناتها. فين غاديين؟ شنو يمكن لنا نقولوا دابا؟ حيت حنا عندنا واحد المشكل. حنا الحزب ديالنا حزب معارض، لا بد يقول داكشي اللي كاين ماشي هو هذاك. والحمد لله حنا قلنا وكنقولوا، فهمتيني ولا لا. وخا بعض المرات الردود علينا كتكون قاسيه وكتكون صعيبه وكتكون خطيره، ولكن راه ما كاينش الاخوان السياسه بدون يعني سون ريسك. شنو هو الريسك؟ المخاطره. فهمتي؟ لا بد يعني الا كدير السياسه وبغيتي دير السياسه في الحقيقه هي تقول للناس الحقيقه، هي هذه. حنا ربما ما تنقدوش نقولوا الحقيقه كلها. دابا حنا فين غاديين بهاد الحكومه هذه؟ بدون ثقه. بالاضافه لهذا الشيء، هذه الحكومه خصوصا ممثله في رئيسها وفي حزبها الاغلبي او شنو قلت؟ لا يعني كل مرة تيجبدونا حنا، حتى في الرد ديالهم على البي بي اس لقاو كيفاش يديروا الناس عياو من هذا الكلام. شي واحد قالوا لي هاد الايام دار شي فيديو تعيط على سي سعد الدين العثماني، قال له سي سعد الدين العثماني رجع عافاك زيد علينا واحد الساعه. جينا لقينا موجه اخرى صوتوا فيها 2.5 مليون ديال الناس تيقولوا السي اخنوش يرحل. حنا ما دخلناش فيها. ولكن دابا رحنا دابا وحلين. علاش؟ لانه ما تنبغيوش نغامروا بالبلاد، كاينه الدوله، ما تنبغيوش نقولوا الكلام اللي تكون النتيجه ديالو المساهمه في الارباك او الالتحاق بالناس اللي نيتهم سيئه او باغيين الارباك ديال الدوله، بل يريدون اسقاطها. ولكن هذه الحكومه هذه انا شخصيا ما تيبليش الاستمرار ديالها. حكومه لا تتكلم. البارح كانوا دايرين ندوه صحفيه، تعطلوا 3 ولا 4 سوايع ولا ما نعرف شحال، وخرجوا داروا تصريح ومشاو بحالهم، ما سمحوش حتى للصحفيين باش يسولوا. شنو وقع في هذا المغرب؟
إلى أي درجة خايفين من السؤال ديال الصحافة، خايفين يسولوهم على الأبقار ديال البرازيل. كنت أنا رئيس الحكومة نقول للمغاربة قلتيو اللحم غالي، جبت لكم اللحم رخيص، حلال بغيتيو شريو، ما بغيتيوش على خاطركم، بغيتيو نديروا الحوانت خاصين به نديروهم، نجيبوا قدامهم ناكلوا. ما الذي وقع؟ ما عرفش دافع حتى على الابقار ديال البرازيل ولا جيبهم من النهار الاول. دابا اش غيقولوا عليهم؟ كانوا تيقولوا مطيشه غادي ترخص، دابا اش غيقولوا عليهم؟ يقولوا اللحم غادي حمار، لان قال لك هذا اللحم تيقولوا هذا اللحم زرق ياك، يقولوا غادي حمار. حمار فيها بزاف د المعاني. المهم انا نقول لكم، انا هذا الاجراء اللي داروا ديال يجيبوا اللحم ديال يجيبوا الابقار من البرازيل جاني مزيان، جاني اجراء مزيان. انا جاني هذا الاجراء مزيان. اللحوم الحمراء كانت غلات صحيح، احنا كنا كنشريو اللحم ب 75 درهم، تا ولا ب 100 درهم، وربما كان غادي يزيد يطلع. جات هاد اللحوم هذه، جات هاد الابقار هذه الى المواطنين، داروا اون رياكسيون، يعني خاصك انت دير مكان ديال البيع ديال هذه. شوف الجزارين اللي باغيين هذاك يجيبوهم، خاص تكتب تما الفوق هنا تباع لحوم الابقار البرازيليه، والاخرين راهما بوحدهم، اعطيهم غير لهذوك. غادي يمشيو الناس يشريو من هنا، وغيمشيو يشريو الناس من هنا. انا غنمشي نشري هذا اللحم ديال والله الا ما كرهتش دابا ما عرفتش فين كيتباع. المهم راه ذبحوه عندكم هنا في الرباط. واحد النهار جابوا واحد الكيلو، اللون ديالو شويه في شكل، والله ما عرفت ديالاش هذاك، ما عرفت الحموريه ديالو مبالغ فيها شويه. لا غنجربوا الى جاني مزيان غناكلو، ما جانيش مزيان نعاود نرجع نشري الاخر الا قدرت عليه. ايوا انت كليتيه، هو دابا انت دابا بركه عليك دوك العتارس ديال الجبل، انت جديان. فلهذا هذه حكومه فاشله والله. الا ما كتفكرني غير في واحد الحكومه خرج كيدعي عليها السي محمد بوسته في البرلمان، واش عقلتيو على هذا المنظر؟ 87 لا ماشي 87، رجع شوف، خرج كيدعي عليها. انا ما بغيتش ندعي عليها، انا ما بغيتش ندعي على هذه الحكومه هذه، ولكن ابدانا الله خيرا منها. فخص هذه الحكومه هذه تفهم راسها، اذا كانت عندها كيفاش دير تصح الاوضاع، وهذاك ما كانتش تمشي في حالتها، ماشي عيب. انا كنشوف باللي دابا كاين واحد المقاربه هي ديال رجال الاعمال. رجال الاعمال الاخوان الكرام يعني اللي كيسيروا الشركات عندهم واحد المقاربه، داكشي اللي كيظنوا هما فيه المصلحه وديالهم هما بالخصوص كيديروه. كيعرفوا باللي الناس ملي كيبداو يسمعوا داك الشيء ما تيعجبهمش الحال. المساهمين الاولين اش كيديروا؟ كيبذلوا واحد المجهود باش ينوموهم في العسل، تيبذلوا واحد المجهود ديال الطمأنينة، كيستعملوا فيه كل شيء بما في ذلك التوهيم، باش ما نقولش الكذب الصريح والصراح، وكيخليو داك الشيء غادي وكيتعفن. كل ما استطاعوا يدرقوا عليه. انا كنعرف اخنوش وهضرت معاه وراه خدم معايا، عنده هاد العقليه هادي، هذاك داك الشيء اون برانسيب تيكون غادي نحو الهاويه. واحد النهار كيطيح كل شيء، كيطيحوا شركات كبار، كطيح ابناك. علاش كطيح؟
راه كانت كدير اخطاء مخالفات، فهمتيني ولا لا؟ وملي كتلقى الامور ماشي هذيك ما كتقدرش تراجع عليها، ما كتبغيش تراجع عليها، فكيبقاو غاديين كيخليو حتى ذاك النهار ديك الساعات المستثمرين تيخرجوا. راه هذا الشيء باش وقع في 1929. فما هذه الحكومه هذه خصها تنتبه انها ما يمكنلاش صحيح وما الناس ما خرجوش للشارع، وحنا ما بغيناهمش يخرجوا للشارع، سمحوا لي، ولكن ما بغيناهمش يخرجوا للشارع في حدود ان تتعقل هذه الحكومه بنفسها. ماشي هي تبقى بنيه على الصبر ديال الناس، وتبقى بنيه على الثقه اللي كاينه عند الناس في جلاله الملك باعتباره ضامن الامور الاساسيه في الدوله، وتبقى وتبقى غاديه وبحال ما عندها غرض. ما عندناش غرض فينا حنا دابا كمعارضه. السي نبيل بن عبد الله صيفط لهم رساله، فوت ما يجاوبوه بداو تيعايروه. شنو معنى هذا الشيء؟ معنى ما عندكش الحق تصيفط رساله لرئيس الحكومه؟ ما بقاوش تيديوها في المواطنين، الناس تيغوتوا بالله وبالشرع، فهمتيني ولا لا؟ شنو وقع لهذه الحكومه هذه؟ يعني ساكتين بثلاثه، حتى واحد فيهم ما تيبغي يهضر، حتى واحد فيهم ما تيبغي، واللي هضر تيزبلها بحال هذاك السي وهبي. حنا دابا في هذه الاحوال هو قال له خصك العريان، قال له الخاتمه مولاي. دابا حنايا في هذه الاحوال هو عاد اش قالت ليه؟ ينوض يجبد العلاقات الرضائيه ويجبد الاجهاض ويجبد ما عرفتوش شنو في الدماغ ديالو هذاك السيد. لا، واخا تكون باغي تطبق الاجنده كتختار الوقت المناسب، ماشي ملي يكون الشعب كله تيغلي كلشي طير له. الفقراء طير لهم لانهم تضرروا، الاغنياء طير لهم لانهم متخوفون، الطبقه الوسطى يعني طير لها لانها القدره ديالها الشرائيه اللي كانت لا باس بها تراجعت بطبيعه الحال. في هذا الوقت هذا انت تنوض تجبد العلاقات الرضائيه. شنو كتقول السي وهبي؟ دير عقلك. واش تعتقد باللي كونك ما نجحتيش في المهمه ديالك، وملي جيتي وانت كتجبد عليك الصداع، واخرها القضيه ديال المحامين، فهمتي ولا؟ وما عرفتيش تدبرها، ومشيتي كتفتخر على الناس بالفلوس اللي عند بات ولدك، فهمتيني ولا؟ وكتخربق، فهمتيني ولا؟ ولان الاسم ديالك شحال من مره كيروج بانك غتمشي في حالك، كتحاول تبقى مشعبق زعما في الحكومه من خلال دير شي حاجه زعما اللي يرضى بها الاسياد الموجودون في الخارج، فهمتيني ولا؟ وتبينك زعما كوزير. هذا ماشي، هذه ماشي حساب، هذا ماشي حساب، هذه ماشي سياسه، هذا الرقيع.